السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم غادا نشارك معكم كيكه بالشوكولاط والكراميل، واحد المزيج كيجي زوين بزاف وبنين. خليكم مع المقادير ديال هاد الكيكه وطريقه التحضير ديالها. نحتاجو كاس ديال السكر سنيده، الكاس اللي كنعبرو به نفس الكاس اللي هو كاس ديال الشاي. وغادي نحتاج كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، ومعلقه صغيره ديال الفاني. كنطرب هاد المقادير كامله حتى كنحصل على واحد الكريمه كتكون ثقيله شويه. ممكن تطربوه بهاد الطراب الكهربائي اولا تستعملوا الخلاط اللي كنستعملوا العصير، يعني حتى هو كيخلط مزيان. صافي غادي نستمر في التحريك حتى نحصل على واحد الكريمه بهذا الشكل، وغادي نقص منها تقريبا نص كاس. هاد نص كاس غادي نحتفظ به في الثلاجه باش في الاخير غادي نسقي به الكيكه. هذا هو اللي غادي نسقي به الكيكه في الاخير. وداكشي اللي بقى غادي نزيد عليه 3 ديال البيضات بحرارة ديال المطبخ. غادي نطربهم حتى هما. ومن بعد غادي نزيد 2 كيسان، 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص على حساب النوعية ديال الدقيق، يكون مغربل، مع جوج خمارات. ومن بعد غادي نديرو في المول على حساب. هنايا درت مول كبير، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. غادي ندير فيه الكيكه وندخلها للفران. طيب العافية تكون من التحت على درجة حرارة متوسطة حتى كطيب. تقريبا كتاخد من 30 دقيقة حتى ل 45 دقيقة على حساب الفرن ديالكم. ودابا غادي نحضر الكريمه اللي غادي نديرها من الفوق ديال الكيكه. غادي نحتاج ليها 2 كيسان ديال الحليب بارد، معلقه كبيره عامره مزيان ديال النشا، وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. كيف كتشوفوا في هاد الكيكه ما استعملتش نهائيا الشوكولات، ولكن كتجي بحال فيها بزاف كميه كبيره ديال الشوكولات، حيت اصلا الشوكولات هو المصدر ديالو هو الكاكاو المر. دابا غادا ندوز باش نحضر الكراميل. غادا ناخذ واحد المقله غندير فيها كاس ديال السكر سنيده، وغادا نديرو فوق نار تكون مهيله حتى كيذوب. نحاولوا ما نخليوش يعني ما يتحرقش باش ما تجيش فيه المذاق ديال المروره. صافي غير كيبدا يذوب كنبدا نحركو بمعلقه ديال الخشب حتى كيذوب كامل. وغادا نزيد عليه معلقه كبيره ديال الزبده، وغادا نحاول نخلطها بحال هكا. وغادا نبدا نضيف في الحليب اللي صوبت قبل بالتدريج. الحليب اللي درت فيه النشا والكاكاو غادا نبقى نزيد دائما على عافيه تكون مهيله بزاف، وغادا نبقى نحرك. غادي يبان لكم بلي السكر كيتجمع كيولي قاصح، وما تخافوش منه. كيف كتشوفوا في الفيديو غير بقاو تحركوا غير بشويه، غير كيدفى هذاك الحليب صافي راه كيذوب حتى غنحصل على واحد الكريمه متجانسه بحال هكا. هاد الكريمه كتجي زوينه ولذيذه بزاف، كيجي فيها الخليط بين المذاق ديال الكراميل والشوكولات، كتجي زوينه بزاف. هنا بعد ما طابت الكيكه خديت واحد الفورشيط وتقبتها بحال هكا باش تشرب الصلصه اللي غادا نسقي بها مزيان. كتجي معلكه. خديت هذاك الكاس اللي حطيت به بالثلاجه، الكريمه اللي حطيت بها اللي عقلته في الاول. صافي وغادا نسقي بها الكيكه بهذه الطريقه.
وغادا نخليها تشرب وندوز باش نزيد عليها الكريمه. صافي غادا نخليها تشرب مزيان. هنايا بعد ما تشربات غادا نزيد عليها الكريمه اللي حضرت ديال الكراميل والشوكولات، وغادا نخليها تدفى خارج الثلاجه حتى تدفى شي شويه، عاد ندخلها الثلاجه تبرد مزيان. هاد الكيكه قد ما بردات بزاف قد ما كيجي المذاق ديالها زوين وكتعلق، يعني من الاحسن تبات في الثلاجه عاد تقدموها. كتقدم مع الشاي اولا العصير. هنايا غادا ندوز باش نزينها. غادا اختاريت باش نزينها غير بالشوكولاط البيض، حكيته بهذه الطريقه. التزيين كيبقى على حسب الذوق، على حسب الاختيار. تقدروا ديروا الكوك اولا الفيرميسيل اولا اللوز ايفيلي اولا الكاوكاو كونكاسي. التزيين كيبقى على حسب الذوق، على حسب المتوفر لكم. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم. فعلا كتستحق تجربه ومدينه بزاف. ولا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وديروا لايك للفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم سلامه.